السلام عليكم البنات الغزالات الحباب الخوت، مرحبا بكم في قناه عالم ملك ومنى. فيديو جديد، كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم البنات قبل ما نبداو هذا الفيديو لازم نصليو على النبي الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم البنات ان شاء الله عندي واحد الطلبيه ديال 3 ديال البسطيلات وبغيت نشاركهم معكم. خليكم معنا حتى الاخير فضلا وليس امرا. اللي كيشوف اول مره القناه ديالي ما ينساش يتابونا معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. اليوم ان شاء الله عندي 3 ديال البسطيلات وبغيت نشارك معكم. بالنسبه للبنيتات المبتدئات كلشي تبارك الله ولا كيعرف يدير البسطيله، كبير وصغير صلاع بغير. بالنسبه للبنيتات المبتدئات اللي يلاه بادين، وكل واحد كتبقى الطريقه ديالو، كل واحد كتبقى الخدمه ديالو كيفاش دايره. الحمد لله والشكر لله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الطلبيه. عندي بسطيله اللي غادي نديرها غير باللوز عفوا باللوز والدجاج بلا بيض. هاد الناس بغاو البسطيله ديالهم تكون ما فيهاش البيض. اللي بغى شي حاجه مرحبا، واللي بغى يجيب لي المقادير ونطيب ليه في داري مرحبا، اللي بغى ندير له كلشي من عندي مرحبا. اي حاجه كنصايبها الحمد لله والشكر لله. خليكم معانا. اول حاجه البنات ملي تمشيو تاخذوا العطريه ديال البسطيله خذوها من عند العطار ديالكم اللي تكونوا كتعرفوا باش يعطيكم شي عطريه اللي هي زوينه. عندي عطريه ديال البسطيله، عندي شويه ديال البزار، الخرقوم، سكينجبير. غادي ندير القرفه دابا غنديرها عواد. الملحه على حسب الدجاج ديالكم كيفاش غسلتوه. انا الدجاج ما غسلتوش، انا جابتو لي السيده مغسول. ضروري غندير فيه شويه ديال المليحه. اللي كنغسل الدجاج ديالي انا ما كنديرش الملحه نهائيا. هنا شرملت الدجاج ديالي وما نساوش شويه ديال السمن. شرملت الدجاج ديالي كما شفتوا بالعطريه عاديه، زايده عليها غير العطريه ديال البسطيله. خليت الدجاج ديالي كيطيب ودرت فيه واحد الربيطه ديال الربيع وخليته كيطيب. ما نقولش لكم البنات جا مشرمل طايب على حقه وطريقه. هنا البنات عندي 6 كيلو ديال البصله، عندي 3 د البسطيلات غندير لهم 6 كيلو ديال البصله. حيت البنات الا بغيتوا التغميره ديالكم تجي كثيره وتجي زوينه هي خصها تكون عندكم البصله كثيره. انا عندي 3 د البسطيلات، عندي 6 كيلو ديال البصله. الدجاج كما كتشوفوا ها نتوما طايب مشرمل، ما نقولش لكم كيفاش جا. ها نتوما كيبان لكم غير من النظره ما عطاش تصوير في الحق ديالو. من بعد ما طاب الدجاج حيدته. دابا درت ديك البصله ونخليها طيب، وزدت زلافه ديال الربيع قزبر ومعدنوس وخليتها كطيب. من بعد ملي كتشوفوا التغميره بدات كتسقال صافي غادي تنقصوا البوطه وغتخليو البوطه مهيله، وغتخليو ديك التغميره كطيب كتحمر بشويه عليها. الا بغيتو تجيكم التغميره زوينه هي تنقصوا البوطه وتقابلوها وتعطيوها الحق ديالها. هنا البنات من بعد ما حيت الدجاج دابا راني كنقطعو. حاولوا تقطعوه غير بشويه وما تنساوش بالنسبه للبنيتات المبتدئات ما تنساوش العظام. الا يدوز لكم شي عظيم ملي يكونوا الناس كياكلوا غادي يلقاو داك العظم. حاولوا غير بشويه عليكم باش ما تخليوش ديك العظيمات اللي كيكونوا رقاق، ضروري تحيدوهم. دابا كما كتشوفوا التغميره ديالي حيدتها من هذيك الطاوه اللي كنت كنطيب فيها، ودابا رديتها للكوكوط خليتها ونقصت البوطه مزيان وخليتها كتحمر. من بعد ما باش تعرفوا التغميره وجدات تشوفوها تلقات الزيت. ملي تشوفوا تلقات ديك الزيت من الفوق عرفوا التغميره ديالكم وجدات. ها نتوما محمره على حقها وطريقه. دابا البنات غادي ديك التغميره اللي درنا غنزيدوها على داك الدجاج وغادي نخلطوها مزيان. من بعد كنديروها ضروري نديروها في شي كسكاس باش تستقطر. ضروري خاصنا البسطيله ديالنا ما تجيش فازكه، خاصها تكون ناشفه مزيان. دائما نوجدوا داكشي ديال البسطيله نوجدوه على اتساع. هنا اللوز من بعد ما سلقته قليته طحنته درت له شويه السكر كلاصي وشويه ديال العسل وشويه ديال الزبده وشويه ديال القرفه. ما نكثروش القرفه غير شويه. نخلطوا اللوز ديالنا مزيان. هنايا البنات عندي نص كيلو ديال اللوز في كل بسطيله على حسب المستطاع ديالكم. بغيتي دير فيها كيلو كيلو ونص، بغيتي ديري فيها حتى ربعه وديري البسطيله ديالك ديري فيها حتى ربعه اللوز على حسب المستطاع ديالك واللي عندك وكل واحد وشنو كيبغي.
هنا البنات غادي نحاولوا نفرقوا. عندنا 3 البسطيلات، انا عارفه القياس ديال كل بسطيله، ولكن بالنسبه للبنيتات المبتدئات هنايا في القصريه فرقوا كل بسطيله، عطيوها الحق ديالها، وفرقوا هذاك الخليط اللي عندكم على 3 ديال البسطيلات باش تجيكم سهله. وهنايا البنات احنا درنا التبصيل، دهناه، وغادي نبدا ندير الورقه ديالي بلا زبده، دايره غير الزيت، غير الزيت، وغنبدا ندهن ان شاء الله في الورقه ديالي. هذه الورقه ديال البخار كتبقى لكم زوينه، ما تخافوا منها ما والو. من بعد ما دورنا هذوك الوريقات ضروري نزيدوا ورقه ونديروها في الوسط وندهنوا بالزيت، ضروري ندهنوا الورقه ديالنا بالزيت. وهنايا البنات كناخذوا هذاك الخليط اللي درنا ديال الدجاج والتغميره، حيت هاد البسطيله عندنا بلا بيض. نحاولوا نفرقوه في الطبسيل مزيان، ونديروا الجناب والوسط، ما نخليو حتى بليصه خاويه. هاد البسطيله بهاد الطريقه ساهله ماهله، وفي نفس الوقت كتجي بنينه، ما تشبعوش منها البنات. الا درتو هاد التغميره بحال هكا وخلطتو هاد الدجاج، راه ما نقولش لكم على بنه كتجيو على الشكيل ديالها مذاقا وشكلا غزاله تبارك الله. هنايا داك اللوز ديالنا، هنا كما قلت لكم عندي نص كيلو د اللوز في البسطيله. ايوا دابا البنات غنحاول نبدا نفرق هذاك اللوز اللي عندي. وصافي البنات نبقاو نقادو مزيان، كل بسطيله نعطيوها نص كيلو ديال اللوز ديالها، نعطيوها الحق ديالها. انا البنات هاد البسطيله الاولى غادي ندير لها واحد الطريقه اللي هي زوينه في الطلماط، والجوج بسطيلات اللي عندي غندير لهم غير عاديين، غندير لهم التلميطه اللي كنا نديرو بكري، ديال التلميطه ديال زمان، التلميطه ديال البسطيله الاصيليه اللي معروفه. هذه السيده بغات هذه تكون مشكله بهذه الطريقه، والاخرين يكونوا عاديين، حيت هذوك الاخرين البنات غادي يمشيو غتصيفطهم لشي مدينه، بغاتهم يكونوا غير هكاك. هذه هانتوما كتشوفوها البنات طريقه سهله، غنبقى نجمع فيها بحال هكا ونشكلها بحال شكل وريضه في الوسط. هانتوما كتحاولوا تجمعوا الورقه ديالكم كتكون فيها البلي، وندهنوا بالزيت، ضروري ندهنوا بالزيت، نحاولوا نشكلوا. هذه طريقه سهله البنات، احسن من هذاك الطلماط كيجيكم شويه صعيب. هذه طريقه اللي هي سهله ودغيا دغيا كتجمعي البسطيله ديالك. نحاولوا نجمعوا كل شيء في الوسط. وهنا البنات راني ملي ساليتها بقيت كنهز الورقه ديال البسطيله وكنديرها على شكل بلي وكنعاودها. سمحوا لي ما ديك اللقطه ما تصوراتش. وهادو جوج بسطيلات اللي لمطتهم عاديين، وهذه اللي درتها بهذا الشكل اللي كتجي زوين. داك الوسط البنات كنديروا عليه واحد التبصيل وكنحاولوا نضغطوا عليه مزيان باش كتجينا واحد الحفيره كيمكن لكم تزوقوها بالشكل اللي بغيتو. عفوا. وهما البساطل ديالي تبارك الله واجدين. ومن بعد ما طابت البسطيله، الا كنتو غطيبوها في الدار ضروري ديروا البوطه تكون مهيله وتخليوها طيب على خاطرها، والا صيفطوها للفران الزنقه كيكون احسن، كيطيبها لكم، هو راه عارف الطياب ديالو كيطيبها لكم زوينه. انا السيده هنا طلبات لي ندير لها غير سكر كلاصي، وهنا في الوسط راني درت ديك اللوز المهرمش. نتوما ذوقوها باي حاجه بغيتو، بالبريوات صغيورين، بالمحنشات، بلوز ايفيلي، اي حاجه تبارك الله كلشي ولا دابا باين ومعروف. انا على حسب الطلبيه بغات ليا غير بحال هكا.
وهنا كنقول لكم هذه هي البسطيله ديالي، جات على هذا الشكل، جات غزاله تبارك الله. ما نقولش لكم غادي ما بقى ليا غير نديرها في لومبالاج اللي غنصيفطها تاخدها السيده. والاخرين البنات راني ما طيبتهمش، غادي يمشيو هكاك عند السيده حتى تبغيهم وغيطيبوهم